هل انت عايش عشان تشتغل ولا بتشتغل عشان تعيش؟ الرات ريس، او زي ما هو متعرف عليه بسباق الفئران، وهو انك تشتغل بشكل روتيني كل يوم كل يوم من 9 ل 5، الشغل العادي بتاعنا كل يوم، في مقابل ملاليم. المشكلة مش في الشغل، المشكلة هتشتغل ايه وازاي وليه. اهم حاجة ليه. فلما تيجي تختار شغلك حاول تختاره على المبدأ ده، اللي هو افضل حاجة هتريحك نفسيا وتريحك ماديا في نفس الوقت. كتير مننا ناوي يشتغل في وظيفة او حابب كده، بس هل دي العيشة اللي انت عايز تعيشها؟ او هل دي الحياة اللي انت كنت بتحلم بيها او نفسك فيها؟ الاجابة لا. الحياة الروتينية في معظم الاحوال متبقاش حلوة، يبقى يومك عامل زي اللي قبله زي اللي قبله زي اللي قبله، مفيش تجديد. الشغل بياخد جزء كبير من حياتنا. تخيلها معايا كده، تصحى من النوم الفجر، تظبط نفسك، تفطر، تروح شغلك الساعة 9، ترجع من الشغل الساعة 5، تريح لك ساعة ساعتين، تتفرج على التلفزيون، تتفرج على فيلم، تقعد مع أهلك، تقعد مع أصحابك ساعة ساعتين، وتعيد اليوم تاني مرة واتنين وتلاتة وألف. تقعد كده 20 سنة 40 سنة 50 سنة من حياتك وتسأل نفسك حياتي راحت فين؟ حاول ما تربطش شغلك بوقتك، لأن لما تربط الوقت بالشغل هنا هتبدأ تخش في سايكل ملهاش نهاية، تدخل في مرحلة تشتغل عشان تشتغل. الهدف من الشغل مش مجرد إنك تشتغل وتعمل فلوس، الهدف من الشغل المفروض أكبر من كده. الهدف من الشغل المفروض تقدم فاليو، تقدم حاجة للناس. دي الفكرة كلها. لما تيجي تتكلم انك تعمل فلوس اكتر، فاحنا بنتكلم ازاي تخلي حياة غيرك احسن اكتر. هدفنا الاول والاخير هنا هو الحرية، الحرية المالية، حرية الوقت، حرية المكان. يبقى عندك الامكانية انك تشتري الحاجة اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه، تسافر في اي وقت زي ما تحب. يبقى عندك الامكانية انك تريح وتاخد اجازة في اي وقت انت تحدده. هي دي الحرية اللي بنتكلم عنها، انك ما تبقاش مربوط باي حد او اي حاجة. يبقى عندك الامكانية بجد في انك تعمل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه. هي دي اللعبة اللي عايزين نلعبها. الموضوع مش فلوس وخلاص. ممكن تكون ممثل او رياضي مشهور وبتدخل ملايين في الشهر، بس محكوم بحد تاني او عقد متفق عليه او مكان لازم تبقى فيه. فانت هنا عبد بياخد فلوس كتير، في الاول والاخر لسه عبد. ودي لعبة احنا مش عايزين نلعبها. فلو حابب تتعلم ازاي تلعب اللعبة صح فكمل للاخر. كتير مننا للأسف بيشتغل لمجرد الشغل، ودي من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعملها، اللي هو تنسى نفسك وتقعد تعيد اليوم مرة واتنين وتلاتة بهدف بس إنك تعيش، بهدف بس إنك تعرف تصرف على نفسك وتاكل عيش. حاول تبص الموضوع بشكل أكبر. حاول تبص، هل أنت تستبدل صحتك مقابل فلوس أو تستبدل وقتك مقابل فلوس؟ هل الموضوع يستاهل فعلا؟ الفلوس بتروح وتيجي، الوقت اللي بيروح ما بيرجعش، الصحة ممكن لو راحت ما ترجعش. فانت اهتم بوقتك، اهتم بصحتك، والفلوس هتيجي هتيجي، بس ما تجريش وراها.